السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي كل ما يخص المرأة ناجحة ومثالية. اليوم درت لكم فيديو خاص بالعرايس وش يحتاجوا معاهم كوسميتيك يديو معاهم. هنا عندي كوسميتيك تاع عروسة، حبيت نصوره لكم ونعطيه لكم كمثال. راح نبدا على لي برودوي اللي شراتهم تستعملهم لشعرها. شوفوا معايا، هنا عندنا شامبو هايل لا مارك تاعو، اوكي، كيراليس. هذا شامبو خاص بالكيراتين، مرطب للشعر. وهذا معاه بلسم يعني ابخي شامبو، اوكي. شامبو هذا ثاني هايل، حتى هو خاص بالكيراتين. شامبو خاص بالكيراتين وهو مستخلص للتمر للشعر الجاف والتالف، خاصة العرايس تحتاجوه بزاف. اذا ما استعملتيش لا مارك هذه تقدري تستعملي لا مارك هذه، باسكو تكونوا صبغتوا شعركم بزاف، درتوا البروتين الكيراتين لي برودوي شيميك بزاف، هذا يساعدك. هذا البنات برودوي عجبني بزاف، خلاص شوفوا، هذا تستعمليه قبل ما ديري اي جهاز، كو سوسوا سوشوار ليسور. هذا تستعملي ساعه ترشي هذا على شعرك، اوكي، تستعمليه كمرش ترشيه على شعرك. وتبعدي شويه على فروه الراس، من بعد تقدري تستعملي اي جهاز ليسور ولا السوشوار. هنا حيحافظ لك شوي على شعرك. هذا المنتوج هو ماسك تابع لهذا الشامبو اللي وريته لكم مع لابخي شامبو. هذا هو ماسك بالكيراتين، هنا تكون صورة واضحة، اوكي، حتى هو للشعر الجاف والتالف. بعد ما تخلصي تكوني غسلتي شعرك بالشامبو، درتي لابخي شامبو، ديري الماسك هذا راح يفيد شعرك بزاف. ويا ريت في الشورى مثلا تكونوا نظمتوا كل سيري مثلا تحطوها مع بعضها. هذه ايضا معاهم، حتى هو يعني هايل، جربته العروسة من قبل. حتى سيروم خاص للشعر الجاف، اوكي، ويكون الشعر بالكيراتين. اذا عندنا هذا الشامبو مع لابخي شامبو مع الماسك مع السيروم. انا نعطيكم هكاك فكره واش حتديو كومي مارك في الحوايج الكوسميتيك تاعكم في الشورى ان شاء الله، ولا اي امراه تحب تستعمل المنتوجات هذم. بالنسبه لابخي شامبو هذا وهذا الشامبو، عندنا الماسك نتاعو هو للعناية وتكييف الشعر المتموج. هو ماسك خاص للشعر، هذه كامل مارك مع بعضها، تقدروا تستعملوا حتى هذه لاسيري. عندنا ايضا هذا لا مارك هذه شامبو بدون سلفات للمعان الشعر، ماركه هايله بزاف خلاص. هذه المنتوجات يعني معظمهم من دبي، ويكونوا حتى متوفرين هنا عندنا في الجزائر. عندنا لا مارك هذه ثاني بلوند، هذا مرطب، اوكي. هذا عندنا شامبو ولكن هذا مرطب، نحطه لكم هنا باش يكون واضح لكم. بالنسبه لهذا تستعملوه هايل، هذا بعد كل حمام، زيت جوز الهند بجوده عاليه. هذا كي قبل ما تصبغي شعرك ولا تبداي ديري هذيك تبداو المراحل تاع قبل الزواج، تبداو للكيراتين، ما عجبتنيش لا صبغه هذه، نبدل ندير حاجه اخرى. يبقى ديما لازم تكوني غذيتي شعرك
بزيت جوز الهند قبل ما تبداي تصبغي. اوكي، هذا الفيديو تاع اليوم اللي خاص بالشعر، العناية بالشعر. الى اللقاء في فيديو قادم باذن الله، نزيدو نشوفوا منتوجات